الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بأعزائي الطلاب ونكمل مع بعضينا كده المدى أو المقياس من مقاييس التشتت. المدى ده معناه ايه؟ عارفين كده لما يجي يقولك ايه؟ انا على مدى بصري. اسمعوا كلمة كتير يقولك انا على مدى بصري، لما أكون شايف انا شايف قدامي يبقى على مرمى البصر، على مدى البصر بتاعي. يعني واضح ان هو من مكان، من نقطة عينيا لغاية اخر حاجة انا شايفها. طب لو حبينا نطبق الكلام ده وانا على قيم وارقام، يبقى هنقول له ان المدى ما بين اكبر قيمة واصغر قيمة. يبقى المدى هو اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. ومهم أوي أعرف أكبر قيمة وأصغر قيمة أطرحهم من بعض. هو ده المدى، وهو ده أول مقياس من مقاييس التشتت. لكن في نقطتين مهمين أوي أوي لازم نعرفهم عن المدى. إيه هي مميزات المدى ده؟ وإيه هي عيوبه؟ وللعلم المدى سهل، بسيط، جميل، لكن عيوبه كتيرة أوي أوي. وعيوبه أكتر من مميزاته، وعشان كده محدش بيلجأ له كتير. أصل مميزاته طريقة سهلة، بسيطة، سريعة لحساب التشتت. ازاي؟ يا دوبك مع على حضرتك انك تعرف اكبر قيمة واصغر قيمة وتطرحهم من بعض. في اسهل من كده؟ ابدا والله. لكن عيوبه انه لا يعطي بيانات دقيقة او صادقة عن التشتت. ازاي يعني؟ ممكن توضح لي؟ حيث انه بيهمل القيم التي تقع بين أكبر قيمة وأقل قيمة. فعلا والله. يعني أنا دلوقتي عملت امتحان لخمس طلاب، أقل درجة كانت 3، أكبر درجة كانت 20. طب اللي ما بين ال3 وال20 دول ما عملناش لهم أي اعتبار، ما عملناهمش أي حساب. يعني ممكن واحد يبقى جايب 3 لغاية ال20، لما نيجي نطرحهم يبقى الفرق ما بينهم 17. مع ان يا عيني يقول لك يا فرق الدرجات كبير قوي، يبقى التشتت كبير قوي، يبقى الطلبه دي مستواها ضعيف. مع ان يا عيني ممكن الاثنين الثلاثه اللي في النص، واحد يكون جايب 17، الثاني 18، والثالث 19. يعني الدرجات كده كالاتي: 3 ده اصغر واحد ب 17 و18 و19 و20. يعني 4 طلاب متفوقين، وطالب واحد اللي ضعيف ضيع لهم الدنيا، بوظ لهم كل حاجة. ليه؟ عشان أكبر قيمة 20 ناقص أصغر قيمة 3. يا لهوي، ده الفرق 17 درجة، دي المجموعة دي مش كويسة. يا عم مش كويسة ازاي؟ ده طالب واحد اللي ضعفان، اللي ضيع الدنيا خالص. فشفتوا؟ ما عبرش بصدق عن التشتت. مع ان التشتت ما بين الأربعة التانيين المتفوقين، ما بين كل واحد وواحد يعني درجة 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 درجة، 16 17، صح؟ فيبقى بالتالي المدى طريقة سهلة، اه بسيط سريع، لكن ما بيدينيش حقيقة، ما بيدينيش حاجات صادقة، ما بيعبرش عن التشتت واختلاف القيم والدرجات بشكل منطقي. سيبك بس، هات لي أكبر واحد مين في توة الدرجات، هات لي أصغر واحد مين، أقل قيمة الغلبان بتاع الدرجات، ويا عم تروحوا لي امرأة. يا عم طب الناس اللي في النص دول ما لهمش لازمة هوا؟ إيه ده معقولة؟ فده عيوبه أكتر من مميزاته. إزاي بقى هنتعامل مع المدى ونحسبه؟ تعالوا نشوف. شفت السؤال تيجي لنا كده، ده بقى العملي بتاع الإحصاء بتاع جمع البيانات. اوجد المدى لمجموعة القيم دي: 16، 32، 5، 20، 27، 43. هو عايز التشتت باستخدام المدى.
بس افتكر القانون على طول، المدى اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. طب يبقى الاول قبل ما ابدأ الحل لازم اجهز اكبر قيمة هي مين. فهنا واضح عندنا ان اكبر قيمة هي 43، وكمان لازم اجهز اصغر قيمة. فاصغر قيمة هنا الخمسة، يبقى أنا عندي أكبر قيمة 43 وأصغر قيمة الخمسة. أجيب المدى، لاحظت بقى، اتأكدت بقى إن المدى مش دقيق. ده الراجل ما عملش اعتبار لل16 ولا ال32 ولا ال20 ولا ال27. ده كلام يعقل. إياك تحل أي حاجة من غير ما تكتب القانون عشان تستفيد بدرجاته. فيبقى المدى أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أكبر قيمة 43 ناقص شيء منها أصغر قيمة الخمسة، يبقى هيدينا 38. عارفين ده ما معناه؟ إن التشتت ما بين الدرجات 38 ظلم. ده ما بين 20 وال27 7 بس. شوفوا الظلم. لكن هنعمل ايه؟ هو ده المدى غير دقيق في بياناته، وعلشان كده هنبقى بناخد فيه مقياس تاني اللي هو الانحراف المعياري بقى بعد كده، لان ده الادق. اكتشفوا واخترعوا الانحراف المعياري لانه بيعالج العيوب اللي في المدى. وكده يبقى انا جبت المدى لهذه القيم، اكبر قيمة ناقص اصغر قيمة. لا، تعالوا مع بعضينا نشوف فكرة تانية على المدى، بس قال يعني نعلى بالأفكار سنة، نكبر شوية. بيقول لي باستخدام المدى حدد لي، جبرني على المدى، حدد أي مجموعة أكثر تشتتا مما يلي. عندي مجموعتين من القيم، تقدر تقول عليهم مجموعتين قيم، درجات، أعمار، أشخاص، يعني عمر، أي حاجة. المجموعة ألف قيمها 60، 58، 62، 61، 59. المجموعة ب قيمها 72، 78، 46، 65، 39. هو عايز يحدد مين الأكثر تشتتا باستخدام المدى. يبقى من الواضح إن أنا لازم أحسب المدى بتاع المجموعة ألف لوحده واركنه، والمدى بتاع المجموعة ب لوحده واركنه، وبعد كده أقول مين الأكثر تشتتا. وطبعا الأكثر تشتتا اللي مداه أكبر. يبقى هنا هنجيب المدى، بس لازم بقى هنا أحدد بصراحة. يعني إيه لازم أحدد؟ بدل عندي مجموعتين لازم أقول أنا بجيب لأنهي مجموعة. يبقى للمجموعة ألف هو قانون واحد مفيش غيره، أكبر قيمة ناقص أصغر قيمة. أكبر قيمة في المجموعة ألف ألا وهي 62. مفيش أكبر من كده في المجموعة ألف. ما تجيش تقول لي لا 65 ولا 78، ده أقول لك ده في المجموعة ب. أنا بتكلم عن المجموعة ألف فقط. ففي المجموعة ألف فقط هي ال 62، لكن أصغر قيمة في المجموعة ألف هي ال 58. يبقى أنا واضح هقول له 62 أكبر قيمة ناقص 58 أصغر قيمة يدينا 4. هو ده التشتت ما بين الدرجات. واضح إن التشتت بسيط، الفرق في الدرجات 4 درجات بس، 4 إيه قيم. لكن يا ترى بقى المدى للمجموعة ب نفس الفرق ولا أكتر ولا أقل؟ تعالوا ده اللي هنشوفه مع بعض. هنجيب المدى للمجموعة ب، وهو نفس القانون. احنا مش هنجيب قانون جديد ولا نخترع واحد جديد، اللي هيختلف بس القيم. فيبقى أكبر قيمة
ناقص أصغر قيمة. فأنا عندي هنا أكبر قيمة في المجموعة ب هي 78، مفيش أكبر منها. ناقص أصغر قيمة في المجموعة ب هي 39. هنطرحهم من بعض طرح عادي جدا يدينا 39 تانية. تعالوا كده، ده الفرق ما بين الضربات هنا 39 والفرق هنا 4، يبقى الأكثر تشتتا، لأنه عايز الأكثر تشتتا هي قيم المجموعة ب. يبقى واضح إن المجموعة ب هي الأكثر تشتتا. على الرغم ايه يا جماعة؟ على الرغم ان بصوا 72 قريبة من 78 قريبة من 65، بس ده بعيد قوي. 39 ضرب لهم المجموعة. يا رب يعني الناس تكون اقتنعت بان فعلا عيوبه اكتر من مميزاته. هو سهل وبسيط، بالبلدي كده، تيك تيك خلصت. قانون اطرح اكبر قيمة على اصغر قيمة، سهلة لكن للاسف مش كل حاجة سهلة بتدي قيم دقيقة، وده اللي حصل مع المدى. بكده يبقى أنا خلصت المدى تماما، وهو أول مقياس من مقاييس التشتت. يبقى أنا فاضل لي الأكثر دقة، ألا وهو الانحراف المعياري، وده هنعرفه مع بعضينا في حلقة لاحقة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.